وزي ما انتم شايفين كده القناة دي جايبه لي $21,000 468 بالمحتوى الأجنبي بطريقة سهلة، بطريقة بسيطة جدا. هعرفك كل ده ازاي تعمله في خلال الفيديو بتاع النهاردة. ده الكلام اللي انتوا بتسمعوه كتير جدا، ده الكلام اللي احنا وانتوا زهقنا منه، ده الكلام اللي بيتنصب عليكم بيه. دي مش الحقيقة اطلاقا. تعال اوريك ازاي بيتنصب عليك وازاي تكشف ده اللي بيحصل. ودي الصفحة اللي بتكون موجودة هنا، اي حد بيجيبها لكم وبيقول لك ادي ارباحي $21,000 بكل سهولة. اطلب من الشخص اللي بيوريك الصفحة دي، اذا كان بقى داخل معاك زوم ميتنج او جوجل ميتنج او اي شيء، اطلب منه انه يصور لك فيديو وهو بيغير العملة بتاعته بالطريقة دي. لو هو شخص مصري اطلب منه ان هو يغير عملة بلده او عملة القناة للجنيه المصري، فهتلاقي اللي هيحصل كالآتي. هتلاقي ان هتظهر الارباح الحقيقية للقناة. ارباح القناة دي فعلا مش $21,000، لا، ارباح القناة دي هي $2,000. تعالى كده نبص مع بعض. القناة دي جابت لي 377 الف مشاهدة، 3.5 مليون امبريشنز، وكليك ثرو ريت 8%. لو دخلنا بصينا هنا على ريفينيو هنلاقيه $2,468. ولكن الناس بيقدروا يعدلوا على الارقام دي بكل سهوله، ويزودوا واحد، يزودوا صفر، يزودوا اللي بيزودوه. ولكن بمجرد ما هما بيدخلوا على السيتنج ويغيروا العمله بتاعه بلدهم لجنيه مصري او اي، يعني الافضل انك تخليه يغير العمله بعمله بلده. زي ما انتم شايفين، 118 ألف جنيه دي أرباح قناة في خلال أقل من 6 شهور. دي كانت الأرباح بتاعة القناة. فتعالى بدون كلام كتير ندخل على طول في صلب الموضوع، وأعرفك بقى فعلا إزاي تعمل الأرقام دي. فأهلا بيكم. لو أنت أول مرة تشوف قناتنا فياريت تشترك في القناة وتدعمني بلايك وكومنت، عشان كل يوم هتلاقي جديد مع يوتيوب وزمو. فيلا بينا ندخل في تفاصيل الفيديو. انا جاي النهارده اكلمك على اهم سؤال بيدور في دماغك. هو ليه كل المرات اللي انت حاولت تعمل فيها قناة على اليوتيوب قبل كده ما اشتغلتش؟ ولما حد يبدأ يفكر في اليوتيوب اول حاجة بيعملها الطبيعي ان هو يدور على محتوى يتعلم منه، اذا كان على اليوتيوب او حتى يدور في كورسات. طبعا زي ما احنا عارفين كل الكورسات اللي موجودة في الوطن العربي الا قلة قليلة جدا جدا يعتبر بيبيعوا الوهم والهوى للناس. كل المحتويات اللي موجوده دلوقتي كتير جدا، بس المشكله ان حتى اللي موجوده في الكورسات بيتكلموا وبيشرحوا بس الاساسيات، زي مثلا ازاي تعمل قناه، ازاي تنزل فيديوهات، من غير ما يتكلم على المشاكل الحقيقيه اللي فعلا بتوقف الناس. يعني الواحد بيتعلم خطوات تانية كتير بس بيفضل واقف في نفس المكان، لان في حاجات اساسيه محدش اساسا وضحها له. ودي مش غلطة الناس اللي بتتعلم، لا، ده لان المعلومات المتاحة مش بتغطي كل اللي المجال محتاجه. المجال محتاج تفاصيل تانية خالص وأدوات تانية خالص، مش بس مجرد إنك هتدخل مثلا على أداة زي أداة انفيديو وتدخل تكتب عليها كده أنا عايز فيديو بيتكلم عن كذا، أو فيديو بيتكلم عن كذا. لا، كل ده غلط. كل دي في الآخر هتوديك لمشكلة 50 مشاهدة، 10 مشاهدات، 20 مشاهدة. ودي المشكلة الكبيرة اللي بتواجه ناس كتير منكم. لو انت بتستخدم الادوات دي وما بتجيبش مشاهدات فدي مش مشكلتك، دي مشكلة الحمار اللي شرح لك وقال لك استخدم الادوات دي. عايز اقول لك كمان نقطة مهمة جدا. شات جي بي تي لو انت بتدخل تستخدمه وبتكتب كده اكتب لي سكريبت عن الفايكنج او اكتب لي سكريبت عن اي موضوع انت عايز تتكلم عليه، وبيديك السكريبت بتاخده وتروح تستخدمه، فدي برضو مش هتجيب لك اي نتائج. الشغل على اليوتيوب هو سهل، ولكن مش بالطريقة الساذجة اللي الناس بتشرحها، ولا بالطريقة الساذجة اللي بيتكلموا بيها، اللي هو تدخل تعمل لك قصة اوتوماتيك بضغطة زر، او ازاي تصنع 150 فيديو ولا 100 فيديو بنقرة زر واحدة. كل الكلام ده اللي اليوتيوب ما بيحبوش، وده الاي اي المرفوض في اليوتيوب. لو عايز بقى تتعلم صح تقدر تسكيب النقطة دي، لان انا هتكلم فيها عن التدريب بتاعي. لو عايز بقى تتعلم صح تقدر بكل سهولة انك هتدخل على الوصف وتدخل على جروب التليجرام بتاعنا، وتدخل تتفرج على كل النتائج اللي اتحققت بفضل الله وباجتهاد الطلاب اللي معايا. قدروا يحققوا نتائج محترمة جدا جدا. تعالى كده ندخل ونبص ونتفرج ونشوف هل فعلا في نتائج ولا مفيش نتائج. زي ما انتم شايفين الشخص اللي موجود ده والفيديو اللي موجود قدامكم ده شخص جاب اكتر من 2,400,000. تقدر تدخل تتفرج وتسمع وتشوف رأيه بيقول ايه. مش بس كده، لا، برضو عندك شخص تاني وتالت
ورابع وخامس وسادس وعاشر، وفي اكتر من 100 طالب دخل معايا في فترة تقريبا من شهر 11 اللي فات محققين نتائج فوق الممتاز. تقدر بكل سهولة ان انت تدخل وتتفرج على النتائج، وكمان بالمناسبة تدخل تصوت على الفوت اللي موجود ده، لان انا التدريب بتاعي سعره غالي، فبفكر ان انا اعمل تدريب بسعر مخفض، فتقدر تشارك في الفوت ده وتشارك في التصويت ده ونشوف ولعله خير. فيلا بينا بقى نشوف ازاي نقدر نستخدم الاي اي بالطريقة السليمة وبالطريقة الصح، مش بالعبط ولا اداة انفيديو ولا شات جي بي تي ولا الكلام ده كله. وعلى سبيل المثال عندك النيتش ده اللي مش هتلاقي حد اتكلم عليه خالص، ولا في كورسات ولا حتى في اليوتيوب العربي ولا في اي حتة، مش هتلاقي حد بيتكلم على النيتشات دي بشكل مجاني كده فور فري. عندك النيتش ده هو نيتش الاسهم الامريكيه. بيتكلم هنا ان هو بيديك افضل النيتشات، افضل الاسهم اللي ممكن تستثمر فيها وتحقق منها ارباح. دي حلوه جدا جدا في امريكا واوروبا، لان طبعا اوروبا بيستثمروا في الاسهم في امريكا، فبالتالي انت بتستهدف هنا كل الدول العظمى القويه جدا اللي الار بي ام بتاعهم بيتكلم من 8 دولار لحد 15 دولار على الألف مشاهده. يعني انت لو جبت كل يوم بس 15 دولار، خليها كده واحده واحده، 15 دولار في 30 يوم يعني تتكلم في 450 دولار. عشان تجيب 450 دولار دول من اي محتوى عربي هتحتاج انك تجيب الافات الالافات، هتحتاج على الاقل 500 الف مشاهده عشان تجيب الرقم ده. ده ان جبته، ده ان جبته. فتعال نشوف بقى الطريقة بتاعت المو، ازاي بنقدر نعمل الحاجات دي، او ازاي بنقدر نعمل نفس الكونتنت ده ونفس المحتوى ده. كل اللي علينا اللي احنا نعمله ان انا هاخد اي فيديو عايز اعمل زيه، وهروح هنا على موقع ترانسكريبت، وكل اللي انا اعمله هضيف اللينك. دي بقى الطريقة اللي بتجيب من الاخر، الطرق اللي فعلا بيستخدمها المحترفين واللي انتوا دلوقتي بتاخدوها بشكل مجاني. هناخد كده السكريبت كوبي، وهنروح هنا على أداة كلود وهنختار 4.6، وطبعا هنختار هنا هنضيف السكريبت بتاعنا بكل سهولة زي ما انتم شايفين. خدنا السكريبت وضفناه، هنعمل ايه بعد كده؟ وطبعا بعد ما ضفنا السكريبت كل اللي احنا هنعمله ان احنا هندوس على كلمة اد فايل، وبعد ما نعمل اد فايل هنخش كده على الملف ده كده ونرفع الجيسون فايل ده او الملف ده، وهقول له make a new video. تمام، وهديله العنوان بتاع الفيديو اللي انا نسخته او الفيديو اللي انا عايز اعمل حاجة زيه واحسن منه كمان. طيب او هاخد كده العنوان كوبي، طبعا هو ده العنوان اللي احنا واخدينه، وهضيف له العنوان هنا اهو بس، وهدوس على كلمة ستارت. هو دلوقتي بيعمل ايه؟ هو دلوقتي بيكريت سكريبت جديد بالاستراكشر اللي احنا حاطينها والاستراكشر اللي احنا عاملينها. عشان اكون صادق معاك، الملف الجيسون فايل اللي احنا عاملينه ده بيدفع فيه فلوس كتير جدا جدا عشان يتعمل بشكل وبكواليتي محترمة جدا، فبالتالي مش هقدر ان انا انشره بشكل مجاني. طبعا ده موجود في التدريب بتاعنا، دي حتة بسيطة جدا جدا من اللي موجود في التدريب، اللي موجود اعظم واقوى من كده بكتير جدا جدا جدا. ده بس الفيديو بتاع النهاردة، خلينا كده نكمل مع بعض ونشوف. طبعا هو بيسألك كل الاسئلة اللي انت محتاج تعرفها، لان هو مش بيعمل لك بالظبط كوبي بيست، لا هو بيعمل لك سكريبت جديد بنفس الطريقة اللي معمولة في الفيديو اللي نجح اللي انت بتنسخه. دي الطريقة اللي بتنجح، دي الطريقة اللي بتشتغل، دي الطريقة اللي فعلا لو انت ما بتستخدمهاش فبالتالي هتبقى صعب ان انت تقدر تجيب مشاهدات في المحتوى الاجنبي. تقدر تدخل تسأل دلوقتي حالا على تفاصيل التدريب. كل اللي عليك تعمله تدخل تكلمني على التليجرام او تدخل على جروب التليجرام وتشوف النتائج اللي متحققة بعينك وبنفسك، وتعرف فين الكورس اللي فعلا فيه معلومات قيمة وفين الكورس اللي بينصب عليك وغرضه بس ان هو ياخد كل فلوسك. وبس كده بقى عندك سكريبت قوي مناسب انك تنافس بيه في النيتش اللي احنا بنتكلم عليه، وهو نيتش الستوكس او نيتش الاسهم الامريكيه. طبعا زي ما انتم شايفين الهوك متقسم وكل شيء متقسم بالطريقه الصحيحه والمناسبه اللي تقدر فعلا تعمل بيها فيديو ناجح. بس كده ده كان فيديو النهارده، فيا رب تكون استفدت. عندك اي سؤال في اليوتيوب تقدر تساله في الكومنتات، وانا هرد عليك بصدر رحب خالص، واقدر اساعدك في اي شيء. تكتب بس سؤالك في الكومنتات وان شاء الله هرد عليك.